يا مرحبا بالجميع، رحلتنا اليوم إلى أرض الكرم والكرماء، إلى منطقة حائل. طبعا هي واحدة من مناطق المملكة 13، تقع بمنتصف الشمال، وتشتهر بجبال أجا وسلمى، وطبعا بإرثها التاريخي العريق المرتبط بحاتم الطائي رمز الكرم العربي. أول مكان بنزوره إن شاء الله هي قرية طابة، وهي من الأماكن اللي أول ما تزورها تحس إنك واقف على تاريخ قديم عمره آلاف السنين. القرية هذه مبنية فوق فوهة بركان خامد من نوع الكالديرا. يرجع وجود القرية هذه لما قبل الإسلام، لأن موجود فيه نقوشات ونصوص، وهذا طبعا يعطيها طابع فريد ومختلف عن باقي القرى. طابة تعد من أقدم القرى بالمنطقة، وكانت مليانة مزارع ونخيل وآبار ونقوش أثرية تدل على حضارة غنية مرت على هالمكان. لكن في عام 1980 جاهم زلزال سبب تصدعات كبيرة وشقوق وصل عرضه لأكثر من 3 متر، وهذا اللي خلى الأهالي أو السكان ينتقلون لمساكن جديدة برا البركان أكثر أمانا طبعا، لأن القرية قائمة على واحدة من أكبر الفوهات البركانية الخاملة في شمال غرب المملكة. نوع البركان اللي هنا هو كالديرا، اللي هو عبارة عن انفجار ضخم ويعقبه انهيار بركاني، ويحصل هالخبز هذه التشققات اللي جت عام 1980 أو 83 على الأصح، وخلت السكان يرحلون عن المنطقة. لذلك هذه بقايا بيوتهم الآن. الممتع في أرض حائل إنها مليانة أسرار طبيعية، وخاصة البراكين، وفيها الكالديرا زي هذا، وهي عبارة زي ما قلنا حفرة بركانية عملاقة تنتج عن انهيار بركان كامل. وأيضا يوجد في المنطقة البراكين المعروفة اللي زي القباب البركانية المخروطية. أما تسمية جبال سلمى ارتبط بقصة شهيرة قبل الإسلام، وهي قصة حب بين شاب يدعى أجا وفتاة تدعى سلمى من قبيلتين مختلفتين. رفضوا أهلهم الزواج وهربوا مع بعض، وقتل بين الجبلين، ولذا جت التسمية جبال أجا وسلمى. يقال أن أجا قتل في أجا وسلمى قتلت في المنطقة هذه اللي هي الجبال، وسميت الجبال عليها. الآن في طريقنا إلى بركان الهتيمة. الشباب ذولا يودعوننا، مبسوطين إننا مرينا من عندهم. وهدانا وصلنا إلى بركان الهتيمة. بركان الهتيمة هو بركان تقليدي مخروطي، فوهة بركانية تشكلت قبل أقل من 1,000,000 سنة كما تشير هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ولكن شكله جميل جدا. الطريق له طبعا ما هو صعب، فيه طريق للسيارات، وهذا البركان من فوق نشوف تجمع المياه والأملاح بعد الأمطار. منظر جميل جدا، وهذه فوهة البركان ونشوف حدوده. طبعا اللافا أو الحمم البركانية موجودة بالجهة المقابلة، فإذا صار لي وقت أبغى أروح أصورها. ما يكتمل ذكر حائل من دون ذكر حاتم الطائي، رجل عاش قبل الإسلام في منطقة حائل، وصار مع الزمن رمز الكرم العربي، لدرجة أن العرب يقولون أكرم من حاتم. حاتم ما كان كريم وبس، كان الكرم عنده طبع وفطرة، ورث هالشيء من أمه عتبة بنت عفيف، اللي كانت أيضا سخية وما ترد محتاج ولا تمنع زائر، حتى أن أهلها خافوا أنها تبعثر مالها من كثرة العطاء.
نشأ حاتم في منطقة الجبلين اللي هي أجا وسلمى بديار قبيلته طي، اللي عرفت أيضا بالشجاعة والكرم وحماية القوافل. هناك تربى وهناك بدأ صيته يطلع بين العرب، وكانت قصص كرمه حديث المجالس، يذبح فرسه الوحيد عشان ضيف جاه آخر الليل، يعطي كل محتاج اللي معه. تزوج حاتم من ماوية الغسانية، وكانت شاعرة وذكية، بس ما تحملت إسرافه بالعطاء، لذا تركته. توفي حاتم في سنة 605 ميلادي، ودفن في توارن اللي هي هالمنطقة هذه، وما زال قبره اللي نشاهده الآن وقصره اللي مريناه الآن من معالم المنطقة اللي يقصدها الناس. أهم الجبال اللي في حائل زي ما قلنا جبال أجا وجبال سلمى، وهذه هي جبال أجا وأشهر جبال حائل، وأعلى قممها يصل إلى 1350 متر، وتمتد لمساحة 100 كيلو متر، وفيها قرى ومصادر مياه ووديان، وأيضا تحتوي على آثار مهمة مثل قصر حاتم اللي شفناه. وأيضا موجود جبال سلمى اللي تمتد 60 كيلو متر، وارتفاعها يقارب 1200 متر، أقل من أجا شوي. وفي جبال الموسمية، وهذه مشهورة بالنقوش الصخرية والتشكيلات القديمة، وتعد من أفضل المواقع في المملكة لمشاهدة النجوم والتصوير الليلي. ومن أهم الأودية في حائل وادي لديرع اللي هو أكبر أودية حائل، يمتد 130 كيلو. هو طبعا سميت حائل على هالوادي هذا لأنه يحول بين جبال أجا وسلمى، فسميت حائل بهالاسم. المنطقة هذه في جبال أجا، الوادي هذا والشعيب يسمى جو، جميل جدا للمكشاة والطلعات، خيمت فيه أكثر من مرة. قاعد أدور على ثعالب إذا في شيء. المنطقة ما فيها ذئاب في الوقت الحالي لتواجد بشري كثيف، ولكن الثعالب مليئة لأني نمت هنا أكثر من ليلة وشفتهم بالليل. إذا اتجهت غرب حائل جهة النفود، تبدأ تشوف جبال كأنها طالعة من قلب الأرض. هذه هي جبال المسمى، سلسلة جبال ممتدة شمال الجنوب بطول حوالي 30 كيلو متر، وتحدها النفود الكبير من الجهة الشمالية والغربية. من بعيد شكلها غريب، كأنها حصون حجرية، وكل قمة فيها لها طابع مختلف. بعض الصخور واقفة مثل الأعمدة، وبعضها منحدر. يصل ارتفاعها حوالي 1431 متر فوق سطح البحر، مليئة بالتشكيلات الصخرية والأقواس اللي تكونت نتيجة عوامل التعرية. مو بس طبيعتها تلفت النظر، الحق يقال جبال المسمى مليانة نقوش قديمة عربية نبطية، ورسومات بدائية لحيوانات عاشت هنا قبل مئات وآلاف السنين. حتى الرحالة الأوروبيون جو من القرن التاسع عشر وسجلوا نقوشها وتضاريسها الغريبة، مثل لويس أوت بينغ وتشارلز هوبر وغيرهم. الجميل أن المكان بالليل يصير لوحة فلكية، السماء فوق جبال المسمى ما عليها أي تلوث ضوئي، وهذه عينة من النقوش القديمة اللي موجودة في كل مكان. الغالب فيها طبعا الجمال والوعول والفرسان، نشوف هذا واحد قاعد يصيد وعل. فمنتشرة يعني بمعظم الجبال تجد
الرسومات هذه بعضها قديم جدا إلى درجة أنه ما يبين، فلازم ترش عليه ماء علشان يبين. بعض النقوش آلاف السنين وبعضها مئات السنين، ولكنها منتشرة، وطبعا هذا دليل عن كان فيه تواجد بشري في هالمنطقة هذه. في هذا أحد الوعول، واللي يجي لمنطقة المسمى لازم يمر على غراميل العويد. غراميل العويد جميلة جدا، وفيها تكوينات صخرية مرة حلوة. الغراميل يعني هي تكوينات صخرية غريبة ومميزة، تنتشر في صحارينا خصوصا بالعلا والجوف ومنطقة حائل، وتتكون على مدى آلاف السنين بسبب عوامل الطبيعة مثل الرياح والمطر وتفتت الصخور. تبدأ الصخور اللينة تتآكل ويبقى الجزء الصلب لحاله، ومع الوقت يصير على شكل أعمدة رفيعة وطويلة وتعطي شكل جميل وغريب في نفس الوقت. باختصار الطبيعة تنحت الأرض لين تطلع لنا هالمناظر اللي تخطف الأنظار، وهذه أحد الغراميل عن قرب. فإذا قربت لها تجد أنها ما هي صخرية بازلتية، ولكنها رملية، فلذلك من السهل أنها تتفتت مع الأمطار والرياح وتتكون هالغراميل الجميلة ذي. لذا بقرب لكم صورة أو على صح تقريب للرمال تشوف شكله بالضبط. المنطقة أيضا مليئة بالنقوش، بس ما فيه وقت الصراحة أني أروح لهن. تكون الجبال هذه عندما يتكدس الرمل وينطمر وينضغط، وبعدين تجي المياه وتلصق بحبات المعادن مثل السيليكا والحديد، وبعد آلاف السنين من الضغط والحرارة يصير صخر صلب يشكل جبال رملية متحجرة مثل اللي في شمال تبوك والعلا، وأيضا في مناطق حائل، وهذه أشكالهن. وهذا جبل أم سلمان في جبة منطقة حائل، وهو واحد من أهم وأشهر مواقع النقوش الصخرية في المملكة. الجبل عبارة عن سجل تاريخي ضخم محفور على الصخور، ويحكي قصص البشر قبل آلاف السنين. آه، نجد مشاهد الصيد وغير الكتابات طبعا الثمودية وبعضها نبطية، ولكن نجد مشاهد الصيد. بتلقى رسومات تفصيلية للحيوانات مثل الوعول والأبقار البرية والنعام، وتصوير المشاهد الصيد اللي كان يستخدم فيها القوس والسهم والرماح والعصي. وأيضا تظهر نقوش وملابس وأزياء الأشخاص، أشكال الزينة، الوضع الاجتماعي من خلال اختلاف الحجم والرموز. وهذول يبدو جماعتين متحاربين مع بعض، كل معها سهمه ويواجهون بعض. وهذا واحد من أهم النقوش اللي موجودة، اللي هو عبارة عن نقش لأحد الملوك بكامل حلته وزينته. واضح من شكله أنه شخص مهم من خلال اللبس ونوع النقش، وهذا تقريب له. النقش هذا قديم له آلاف السنين. أيضا هنا نقوش تورينا جمال، ويوجد أسد أيضا هنا، وأيضا يوجد نقوش لنعام. هذا يورينا نوعية الحياة والبيئة اللي كانوا عايشين فيها. الجبل يقع على أطراف واحد جبة، وهي بقايا بحيرة قديمة اختفت قبل آلاف السنين. وجود الماء في المكان زمان جعل البشر والحيوانات يتواجدون فيه بكثافة، وهذا اللي خلى الصخور تمتلي بنقوش عمرها يمتد ما بين 8000 إلى 10000 سنة. ويوجد هنا أكثر من 5000 نحت أو نقش. هذا متحف أيضا موجود في جبة، فجميل إن الواحد يمر ويزوره. فيه قطع تراثية.
ومن المواقع التاريخية أيضا حصن فيد، وهو حصن قديم وكبير موجود في مدينة فيد حول حائل. القصر كان زمان مركز حماية الحجاج اللي يجون من العراق باتجاه مكة عبر درب زبيدة، وهذه واحدة من البرك. بني في العصر الأموي، وأيضا أعيد إنشاؤه في العصر العباسي، وكان يسكن أمير الحج المسؤول عن أمن القوافل. القصر مبني من حجارة بازلتية سوداء، وله سورين وأبراج مراقبة. هذا مسجد بني أيضا في العصر الأموي، والأعمدة هذه الدائرية من العصر الأموي، والمربعة أو المستطيلة من العصر العباسي. القصر له سورين وأبراج مراقبة وقلعة قوية، وكل تصميمه كان دفاع علشان يصد غارات اللصوص ويحمي الحجاج. هذه منازلهم، يوجد هنا 38 منزل خارج السور الكبير، وكل منزل فيه غرفتين وزي الحوش. المنطقة مربوطة بقنوات تحت الأرض، ومربوطة بآبار بحيث أنها تعبي البركة، وأيضا توصل المياه للقلعة وللبيوت. هذه كانت تستخدم لملء الماء. وهذا غطاء حجري أيضا لفتحة القنوات اللي تربط البيوت والمنطقة، في القنوات المائية، وهذه واحدة من القنوات المائية، بس أعتقد أنها اندثرت الآن وتغطت بالتراب. هذه أيضا أحد الآبار الموجودة في المنطقة، قديمة جدا من قبل الإسلام. والمنطقة كلها زي ما قلنا مربوطة في قنوات تحت الأرض. في هالبير هذا قناة كبيرة مربوطة في بير ثاني، وحبيت أنزل وأشوف وضع القنوات هل هي إلى الآن موجودة ولا لا. أنا ما أدري النزول مسموح ولا لا، بس ما لقيت أحد ونزلت. المكان يبدو مظلم جدا تحت، بس ما حطوا السلم إلا عشان أحد ينزل فيه. فعلا يوجد قناة، ولكن بحكم أنها مظلمة ما تشوف إلا الطرف الآخر من القناة اللي هو يطلعك على بئر ثاني. ارتفاعه يمكن أقل من المتر، ارتفاع القناة. طوله والله ما أدري، يمكن 15 إلى 20 متر، بس إنه ارتفاعه واطي جدا، فالواحد يمشي على ركبه. وهذا أيضا بئر ثاني مربوط بالقنوات، ولكن يبدو شكله مهمل. وأختم رحلتي إلى منطقة حائل فيها المسجد الأثري الجميل، عمره أكثر من 200 سنة، مبني من الطين.